وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الأخوة الفضلاء، أيها الأخوات الكريمات، أبناء التلاميذ مدرسة الأندلس للتعليم العتيق، حياكم الله تعالى وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن الله سبحانه وتعالى اختار هذه الصفوة المؤمنة التي دفعت بفلذات أكبادها لميدان التعليم العتيق الذي قل كثر من الناس من يزهد فيه، وقل من يرغب في ما عند الله عز وجل. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. في هذا الزمان أيها الإخوة الكرام التي هجمت فيه موجة الحضارة الغربية والتيار العلماني الذي بدأ يكتسح الآن العالم، وترون أنه لون الآن العالم بالألوان، ألوان المثلية والعياذ بالله، التي مقتها الله سبحانه وتعالى مقتا أنجس ما يوجد في المعاصي والعياذ بالله والفساد. هذا الفكر العفن الذي بدأ يتسرب إلى ديار المسلمين وإلى بلدان المسلمين، والذي مع الأسف هيئة الأمم المتحدة رفعت الأعلام لكي تبشر بمثل هذا الرجس. في هذا الزمان أيها الأخوة الكرام الله سبحانه وتعالى ينقذ أبناء المسلمين، ينقذ هذه الأمة. بماذا؟ وأشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إن الله تعالى اختاركم في هذا الزمان والإخوة الكرام، الوقت الذي يزهد الناس فيه في كلام الله تعالى، وتراهم يتهافتون على لغة الشقاء التي كانت لغة الاستعمار من استعمار بلاد المسلمين. يعني هم الأسرة مع الأسف، الأسرة المغربية زمانا كان همها الهميم متى يرطب أبناؤها باللغة الفرنسية، هذه اللغة التي أصبحت الآن لا تشركك جرعة ماء، لا تساوي جرعة ماء الآن في عالمنا. نحن لا نتحدث عن في عالم الدنيا، في عالم التكنولوجيا، في عالم الحضارة، على مستوى العالم الآن لا قيمة لها أصبحت. والناس كانوا يتهافتون يقولون لا نستطيع أن ندفع أبنائنا القرآن الكريم ولا للتعليم العتيق. لماذا؟ لأنهم سيفشلون في اللغة الفرنسية. وبعد ذلك صاروا الآن يضربون أخماسا في الأسداس. وترون الآن الحمد لله سياسة التعليم في المغرب الآن بدأت تتجه إلى مساندة اللغة العربية واللغة الإنجليزية، لأن اللغة الإنجليزية لغة العلم ولغة الحضارة والثقافة، والتأثير الثقافي فيها ليس كالتأثير الثقافي الذي كان في الفرنسية. فلذلك هنيئا لكم إخواني الكرام، والله لقيت كثيرا من المتميزين في عالم التكنولوجيا وعالم الطب والفيزياء والكيمياء من جهابذة من أدمغة العالم، ومنهم طبيب في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وهو عاش في لندن، يقسم بالله تعالى، أقسم بالله عز وجل وقال: والله ما فتح الله تعالى علي في علم الطب إلا بسبب حفظ لكتاب الله تعالى، حفظ القرآن الكريم وحفظ ألفية ابن مالك. قال: بذلك فتح الله ذهني لهذه العلوم. وكونوا على يقين إخواني الكرام أن أبناءكم هذه الثلة المؤمنة التي يدخل القرآن الكريم إلى صدورها، إن الله سبحانه وتعالى يحفظها أولا في أخلاقها، يحفظهم الله عز وجل بين الناس، يجعلهم الله تعالى شامة في العالم، الله لن يضيعهم أبدا. قال أبو سليمان: ولا تظنوا أن الأمر الإنسان يطمع في الدنيا ويقول أن الله يجمع لك الدنيا والآخرة. يقول الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما معا. لأن الأمة لا يمكن أن تعيش إلا بهذا. أمة الإسلام لا يمكن أن تعيش إلا بتجديد ديني وتجديد مدني. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان العلماء يرون في مجلسه تلامذة
محمد بن شهاب الزهري ورجاء بن حيوة الذي كان شيخه، كان شيخا له في التربيه وفي الدين وفي العلم. هؤلاء كلهم كانوا يرون تلاميذ في مجلس عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن الله تعالى يا إخواني الكرام أراد منا أننا نحفظ هذه السنن، سنن الله عز وجل الكونية التي لا ترحم أحدا. إذا أخذ بها المسلم وصل، وإن أخذ بها الكافر وصل. لابد أن يكون من جيل القرآن الكريم إن شاء الله المحدثون والفقهاء والعلماء وجهابذة الأمة الذين يسيرون دفة الفكر في هذه الأمة. وكذلك لا بد لكي تتقدم أمتنا أن يكون منهم الأطباء والفيزيائيون والفلكيون وعلماء الأرصاد، حتى أن الأمة الإخوان الكرام لا يمكن أن تبقى تعيش على الفتات. كما قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إذا كنا نأكل ما لا نزرع ونلبس ونركب ما لا نصنع فباطن الأرض خير لنا من ظاهره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الجمع المبارك وأن يسدد خطاكم وأن يتقبل من هذه الأسر المسلمة التي دفعت في ولادة أكبادها. والله سبحانه وتعالى لن يخيبكم، الله عز وجل لن يخيبكم، لأن الذين يؤمنون بهذا المشروع، مشروع القرآن الكريم ومشروع نشر الإسلام والدين ونشر العلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، قليلون وسلعة نادرة في هذه الأمة. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فيا أيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال، مبجلا هنيئا مريئا، والداك عليهما منابر أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق والعون والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عصفور وهو يحلق كيف حطوني تما كيف حطني دابا في الدار حيح. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يبني على عينيك كل بعيد.